مأساة العراقية ويتعاطفون مع نضال الشعب العراقي. هم لم يكونوا مع الحرب، هم لم يكونوا مع الاحتلال، وهم الآن أيضا ليسوا مع الاحتلال، ليسوا مع سلطة الاحتلال، ولكنهم في نفس الوقت يتعاطفون مع نضالات الأحزاب والقوى والشعب العراقي بوجه عام. وهم يستنكرون الجرائم التي ترتكب تحت مختلف الواجهات، المقاومة وغير المقاومة، وهم كانوا أعداء للنظام الدكتاتوري وساهموا بفضح هذا النظام. وهؤلاء يتكونون من مئات المثقفين والمفكرين والشخصيات العربية المهمة، وكذلك هنالك تنظيمات تقف في هذا الموقع. أنا أعتقد أن التحرك والعمل السياسي والإعلامي الصحيح الذي يلمس القضايا الأساسية بصيغة إيجابية يمكن أن يوسع هذه الدائرة، ويمكن أن يعني يؤدي إلى نتائج إيجابية على صعيد التفاعل مع قضيتنا، خصوصا أن قضيتنا هي قضية استعادة السيادة والاستقلال، قضية العمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي. يعني مهمتنا أن نعيد العراق إلى المحيط العربي معافى وقوي. قضيتنا أن يصبح العراق عامل إيجابي في المحيط العربي والإقليمي، عامل إيجابي في المحيط الدولي. نحن ليست لدينا قضايا أخرى، قضيتنا هي هذه. وإذا لم تتعاطف معها الأوساط الوطنية والقومية العربية فهي في موقع الخطأ وليس الصح. هي تحتاج إلى تفهمنا وليس نحن محتاجون إلى تفهمها وتعاطفها. نعم. طيب، قبل سنوات كان هناك حوار عربي كردي في القاهرة، وعقد أيضا في أماكن أخرى. عموما كان الأبرز هو حوار القاهرة. في تلك المرحلة، وقد سئل هذا السؤال مرارا حتى على شاشة فضائية كردستان، كان يسأل: ألا تعتقدون بأن العرب العراقيين هم بحاجة إلى حوار أو لعقد حوار كردي عربي، عربي كردي عراقي، قبل إقامة حوار عربي كردي عربي شامل، أي العودة إلى الشأن العراقي؟ في تلك المرحلة كان معظم الذين يسألون كانوا يقولون بأن العراقيين لا يحتاجون إلى حوار، فليست هناك خلافات ولا اختلافات بين العرب والكرد في العراق. الآن هناك دعوة لعقد حوار كردي عربي عراقي. لماذا الآن تحديدا، وما هو الهدف؟ هو حقا أن جميع الأحزاب والقوى تقريبا قبل سقوط صدام حسين اتفقت على أن من حق الشعب الكردي تقرير مصيره، وأن هذا الحق يتجسد في الظرف الراهن في صيغة الفيدرالية. وجرى التأكيد على أن مفهوم الفيدرالية هو لتعزيز وحدة العراق وليس لتأكيد نزعة الانفصال كما يحاول آنذاك النظام وامتداداته والأوساط القومانية المعادية لأمان الشعب العراقي تصوير الفيدرالية. ولكن أنا أعتقد الآن أن جولة أخرى من الحوار العربي الكردي لا يستهدف يعني توضيح فهم لمطالب الشعب الكردي، وإنما يستهدف تعزيز النضال المشترك العربي الكردي في إطار عراق ديمقراطي واحد، تعميق التفاهم بين الشعبين المتآخيين في الوطن الواحد، وفي نفس الوقت توضيح معالم هذا النضال ووجهته والنتائج المطلوبة من هذا النضال المشترك، والرد على كل تلك الأوساط التي تحاول أن توحي كما لو أن هنالك سوء فهم والتباس بين مكونات الشعب العراقي، وخصوصا بين القوميتين العربية والكردية. والأكثر من هذا هو رد على تلك الأصوات النشاز المعزولة حقا على الصعيد العراقي، التي تسعى للدفع باتجاهات مشبوهة أيضا لمواجهات بين هذه القومية والقومية الأخرى، بين العرب والتركمان والأكراد، بين الأوساط السياسية المعينة. أنا أعتقد أن هذه الجولة
إذا أمكن تحقيقها في كردستان بشكل خاص، هي لتعزيز المواقع المشتركة وللرد على كل التطاولات وليس لأي سبب آخر. وأنا أعتقد أنها أيضا فعالية تصب في اتجاه تنشيط الحياة السياسية، معافاة الحياة السياسية، استنهاض الحياة السياسية، جذب الأوساط العراقية، جذب المواطنين العراقيين إلى العمل السياسي، إلى أخذ الأمور بأيديهم، إلى الانتباه للمخاطر والتحديات، إلى الارتقاء إلى مستوى المهمات الوطنية الراهنة بكل تفاصيلها، وعدم ترك الأمور للقيادات أو للأحزاب للأسف الشديد التي استرخت بعضها، والتي استكانت كما لو أنها يعني وقعت على كنز حينما أصبحت في مجلس الحكم أو في الوزراء أو إلى آخره، وتركت الشارع العراقي، تركت الجماهير العراقية شيء فشيء تتراجع وتضعف نشاطها وتسترخي، وأحيانا تبدو كما لو أنها غير مبالية. نعم. طيب سيد فخري الكريم، نحن في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء الخاص، وليكن السؤال الأخير عن مؤسسة المدى. المدى عادت بعد سقوط النظام إلى العراق، هذه المؤسسة الثقافية الفكرية والإعلامية ربما لاحقا الكبيرة عادت إلى العراق. ما هي أهم المشاريع الحالية في العراق، وماذا عن المستقبل؟ كيف تفكر المدى في مستقبلها العراقي؟ دعني أستغل الدقائق الأخيرة فيما هو أفيد من هذا. فالمدى سوف تعبر عن نفسها بالمشاريع التي سوف تطرحها، سواء الجريدة أو إذا استطاعت الفضائية أو الإذاعة إلى آخره، وهي تتدرج للوصول إلى هذا الأهداف. ولكن أستطيع أن أقول لك أن واحدة من الثغرات الكبيرة التي يعاني منها الوضع السياسي وعدم الاستفادة من تجربة إقليم كردستان. يعني لاحظ أن هذا هو رد على الدعاوى التي تقول أن العراقيين غير قادرين على أن يمسكوا الوضع. صدام حسين حاول أن يترك فراغ في كردستان، ولكن الكرد المتخلفين من وجهة نظر هؤلاء المتعالين على الشعب الكردي قادرين على أن يديروا أنفسهم بأنفسهم. نعم هنالك إشكاليات، نعم هنالك ظاهرات سلبية، ولكن لاحظ الوضع في كردستان. يعني هنالك إدارة، هنالك مشاريع، هنالك أمن، هنالك يعني علاقات وحياة سياسية تدار بمستوى يمكن أن يكون جدير بأن يلاحظ عراقيا ويستفاد من هذه التجربة. وهذه يعني الملاحظة ربما يأخذ بها مجلس الحكم ومعظم التيارات والأحزاب العراقية. يعني أتمنى أن يأخذوا بها، لو أخذوا بها لجاءوا إلى هنا ودرسوا هذه التجربة. وعلى سبيل المثال طلبوا من الوزراء في الإدارة الكردستانية أن يذهبوا لبضعة أسابيع إلى العراق ويتشاوروا مع زملائهم الوزراء في الوزارات العراقية لكي ينقلوا لهم هذه التجربة ولكي يفيدوهم، وكذلك في المؤسسات الكردستانية الأخرى. نعم. يعني لكي ينقلوا هذه التجربة وكيفية تذليل الصعاب التي واجهتها الإدارة في الفترات الأولى. يعني كنت اليوم في لقاء مع صديقي العزيز مسعود البرزاني، ولاحظت تفهم عميق جدا للمخاطر وللمهام المطروحة في الوضع الحالي، ورغبة وتطلع وطموح لتجاوز هذا الوضع بالتعاون مع جميع الأحزاب والقوى، وبشكل خاص مع أخيه يعني الصديق الأستاذ جلال الطالباني، سواء فيما يتعلق بتعزيز الوضع الكردستاني أو في المثل الإيجابي الكردستاني، أو على الصعيد العراقي ببذل مساعي وجهود كبيرة جدا لانتشال الوضع ولدفعه بالاتجاه الصحيح، وهو كان ليس متفاعل وإنما وراء الكثير من القضايا التي جرت الإشارة إليها هنا، ويعني يدفع باتجاه خلق حالات ومبادرات يمكن أن تكون حوامل وروافع لوضع عراقي جديد. نعم. إذا ما زالت هناك دقيقة تستطيع أن تتحدث فيها عن المدى؟ إذا كانت هنالك دقيقة فكما قلت لك المدى تصدر الآن أسبوعيا، خلال بضعة أسابيع سوف تنتقل إلى جريدة يومية بعد أن تصل مطبعتها. بعد أسبوع سوف تشرع وكالة المدى لتوزيع المطبوعات بتوزيع عدة صحف بالإضافة إلى المدى على الصعيد العراقي، وتخلق حالة جديدة
في هذا الميدان الحيوي جدا والفقير جدا في نفس الوقت، وهي في نفس الوقت سوف تشرع بخطوات للوصول إلى إذاعة المدى وفضائية المدى إن أمكن تدليل الصعوبات وتأمين الإمكانيات في هذا الاتجاه، ولكنها في نفس الوقت لديها مشاريع كثيرة أخرى. بيوت المدى في مختلف البلدان، والآن أنا أحمل مشروع آخر للأخ العزيز مسعود وكذلك للأخ جلال بإقامة البيت العربي الكردي في كردستان. هذا البيت الذي يصبح إطار لتعزيز لحمة الشعب العراقي والأخوة النضالية بين العرب والأكراد ومختلف القوميات الأخرى. وأيضا نحن نسعى من أجل تأمين الإمكانيات والحصول على موافقة مجلس الحكم والهيئات الأخرى لإقامة مدينة ثقافية في بغداد تضم القشلة والمتنبي والقصر العباسي وكل هذه المرافق التي تدخل في دائرة متكاملة، تصبح مدينة ثقافية مضيئة ويعني مزار لكل العراقيين ولكل العرب. إذا نجحنا في أن ننتزع قرار من الجهات المعنية وأن نحصل على التمويل بعد أن نحصل على هذا القرار، فنعتقد أن المدى استطاعت أن تقدم خدمة كبيرة للثقافة العراقية وأن تعود وهي إحدى الحوامل العراقية لحياة ثقافية ديمقراطية جديدة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدي فضائية كردستان، لم يبقى لي إلا أن أشكر الشخصية السياسية والوطنية العراقية الأستاذ فخري كريم رئيس مجلس مؤسسة المدى للثقافة والفنون ضيف هذا اللقاء الخاص. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي هذا اللقاء الخاص في كل مكان. نلتقيكم في لقاءات مقبلة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.